السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعد أن يسجلوا أهدافا في المرمى، وهناك يقول السائل من حرم ذلك وبدعهم. شيخنا ما رأيكم أنتم بهذه الظاهرة؟ جميل جدا والله. أولا يعني نحن نفرح ونسعد ونشكر كل الذين نجحوا في هذا المونديال التي يشرف عليها بلد مسلم ويشرف عليها العرب، والأخبار كلها تسر وكلها مفرحة والحمد لله. أولا من بدع هؤلاء اللاعبين فقد أخطأ يا سيدي. هذا لاعب مسلم لما يسجل هدفا يمتلكه شعور رائع جدا، فهو يريد أن يعبر عن فرحه. النصراني يعبر بالإشارة إلى الصليب، المسلم بماذا يعبر؟ يعبر عن أقدس شيء عنده وهو أن يسجد لله. لا آية تحرمها، لا حديث يحرمها، لا صحابي يحرم السجود لله. هذا سجود فرح، سجود فرح. وأنا تعجبت أني سمعت أحدهم ممن يبدع هذا السجود يقول يشترط أن يكونوا على وضوء وأن يستقبلوا القبلة. يا سيدي أنت تتحدث عن الصلاة، إذا أشترط أيضا أن يفتتحوها بالتكبير. عن سحرة فرعون فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى في سورة طه الآية 70. فألقي السحرة سجدا، هل سجدوا وهم على وضوء؟ مستحيل، لأنهم كانوا منذ لحظات كانوا على كفرهم. فمن يشترط الوضوء أنا لا أدري من أين جاء بهذا الشرط. اسمع إلى قول الله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. سجود تحية، سجود فرح، سجود نعمة، سجود اعتراف. هناك من اللاعبين لما يسجل يشعر بعلو وبرفعة، فيريد أن يحطم ذلك العلو في نفسه وذلك الغرور في نفسه، يحطمه بالسجود لله. جميل، هذا المعنى شيء جميل. علينا أن نشكرهم وأن نشجعهم. هذا إنسان مسلم يعتز بإسلامه ويتذكر الله عند انتصاره وعند تسجيله وعند فرحه، ويريد لكل هذا العالم أن يراه ساجدا لله. الذي يقول بحرمة هذا أو يقول أنه من البدع المنكرة، أدعو الله لهؤلاء أن يبصرهم بحقيقة الفقه. الفقه هو نصوص ثابتة عن الله وعن رسوله. جميل. الحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله، لا حرام على المسلم أن يسجد. الشافعي يرى جواز سجود الشكر. جاءت من موقع تلفزيون الجزائري العمومي، يقول مقابلات حارقة في دور ثمن نهائي مونديال قطر تنتظر عشاق كرة القدم. الجرافيك من إنتاج زملاء في التلفزيون الجزائري. كي تشوفوا الجرافيك راكم تشوفوه، ما كاش تشوفوا إسبانيا وحدها وما كاش المغرب. سي انكرويابل، ما تقدرش تلقاها تفسير. مش ممكن. حتى القنوات والإعلام العالمي راه يقول وعلاش كيفاش. وهاو الكلاسمون الحقيقي. فوالا تشوفوا المغرب يوم 6 ديسمبر على الساعة 5 ضد إسبانيا. ماذا بنا تتصلوا وتعطونا آراءكم حول هذه الخرجة للإعلام الحكومي، لأنه نذكروا باش نكونوا منصفين أنه قناة النهار، الشروق، البلاد كلهم تكلموا عن المغرب، كلهم يعطوا لي سكور نتاع المقابلات نتاع المغرب في كل ما يلعبوا، ولكن التلفزيون العمومي فقط الجزائري اللي يبويكوت الماروك، ما يتكلمش على المغرب. والشعب بيان سور يتساءل ايضا في المواقع الاجتماعيه لماذا هذا التجاهل حول فريق المغرب.